الحمراء ربما سهلت، أظن حتى ولو كان المنافس مكتمل كنا باش نرجعوا في المباراة، لأن الأخطاءنا كانت واضحة في الشوط الأول. داكي أرداد كيستدعي حاتم الصوابي، كيلغي الورقة الصفراء وورقة حمراء. حنا على بعد قل من 3 جولات باش تسالي البطوله الوطنيه، البطوله اللي ما تحسمش شكون دار لحد الساعه، واللي غالبا ما غتحسم حتى الجوله الاخيره، نظرا لان الفرق ما بين المتصدر نادي الجيش الملكي وصاحب المركز الثاني نادي الرجاء بيناتهم نقطه وحيده لا غير، يعني يكفي اي تعادل او خساره ديالهم بجوج باش يتحسم الدوري الاخر، من غير المنافسه على البطوله عندهم منافسه اخرى اللي لا تقل اهميه، الا وهي شكون اللي غيجي في المركز الثالث، اللي منافسين عليه يكون من نهضه بركان ونادي الوداد، كي اللي غيقول لي المركز الاول والثاني هما اللي كيأهلوا للشامبيونز ليغ الافريقي. شنو اهميه المركز الثالث؟ غنقول لك انه بانك تجي المركز الثالث غتضمن فانك تشارك في منافسه قاريه اللي هي الكونفدراليه، وبالتالي ما تبقاش جالس معتمد على البطولات المحليه، يعني ما بين الوداد وبركان من